تنقول لكم بأنكم أنتم نظام بائس. والآئمة في المساجد يتحدثون عن التبرؤ من البول. كنعرف أنه الجزائر قوة ضاربة بالمناسبة، الجزائر عندها الدراهم. كتبت وزارة الخارجية الجزائرية تصريحات قالت إن لا أساس لها من الصحة نسبت للرئيس تبون يكون قد أدلى بها وزير الخارجية. أعلنت الحكومة الإسبانية عن وصول 25 شاحنة من نوع كوبا من المغرب إلى إسبانيا. في سياق تعزيز العلاقات الثنائية وتأكيد دوره الإقليمي، اعتمد المغرب نهجا دبلوماسيا جديدا يقوم على تقديم المساعدات الإنسانية للدول المتضررة من الكوارث الطبيعية. كان آخرها عرضه تقديم الدعم لإسبانيا عقب الفيضانات العنيفة التي ضربت مناطق عديدة من هذا البلد الأوروبي مؤخرا. ويأتي هذا التحرك وفق مراقبين في إطار ما يعرف بدبلوماسية الكوارث، التي يسعى المغرب من خلالها إلى تعزيز موقعه كفاعل إنساني دولي وتحسين علاقاته مع جيرانه عبر بوابة التعاون في الأزمات، واصفين المبادرة بخطوة دالة على التطور المستمر في السياسة الخارجية المغربية، حيث يتجاوز العرض المغربي تقديم المساعدات الطارئة إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع الشركاء الأوروبيين. في هذا السياق، اعتبر عبد الفتاح الفاتيحي مدير مركز الصحراء وإفريقيا للدراسات الاستراتيجية أن المغرب كان دوما يعكس روح التعاون والتضامن خلال الكوارث أو الحروب. جمعة مباركة. ايوه اشنو البارح خرجتو البيان، عاوتاني اليوم وعاوتاني قلتو واش ما نديرو استئناف العلاقات التجارية بالجزائر واسبانيا. ومالكم على هاد فينا هو النيف وفينا هي الهيبة والقيمة والمواقف. تنقول لكم بأنكم انتم نظام بائس، نظام مقيت. صافي ما بقى عندكم لا سميد لا حليب لا بناوات لا حتى شي حاجه. دابا استئناف العلاقات التجاريه مع اسبانيا، لا ما لا، راه داكشي راه ماشي غير بنا نتقلصوا شي شويه ديال بنا نقلصوا شي ديال الواردات، ودابا خاصنا وديك الهضره ديالكم تنقولوها لكم وتنعاودوها لكم. النظام الجزائري علاش تنوصلوا للنظام الجزائري؟ انتم نظام بائس، انتم نظام مقيت، انتم نظام عجز، واصبح التخلص منكم هو الهدف الاول. تنعاودوها تنقولوها لكم. واش تتسمعوا اشنو تيوقع في فرنسا؟ واش تتشوفوا الاخبار ديال فرنسا؟ واش تتشوفوا الجرائد وتقراو الجرائد ديال فرنسا؟ اشنو هاد الناس تيقولوا عليكم؟ راه تيقولوا عليكم بانكم نتوما سيفيني. انا تنهضروا معاكم حنايا بهذه اللغه هذه بدون استعمال لغه الخشب، فرانشمون وديريكت وبلغه بسيطه. راه اصبح التخلص منكم هو الهدف ديال فرنسا. اولا لانكم تتعرقلوا المنطقه، وانكم نتوما هو السبب ديال تراجع النفوذ ديال فرنسا في الساحل. نتوما هما السبب. اصبحت فرنسا مقيته، اصبحت الدول كل ما تتحملش تتعامل معها لانها تتسندكم ولانها سندتكم. والان اصبح يقينا واصبح يطبخ التخلص من نظام العجزه في الجزائر، ولكن بغا يتخلصوا منكم بواحد الطريقه اللي تكون مزيانه، بدون فوضى، بدون شوشره، بدون الناس ما تهز البطوات وتخرج وتهاجر لاوروبا، بدون هذه المشاكل. اصبح التخلص منكم هو الهدف الاول، واصبح حقيقه تقسيم الجزائر هو الهدف. تصحابوا داك السيد ديك لابوليتيك اللي درتو ديال انكم جريتوا على المغاربه ودرتوا التطهير العرقي راه هذه جرائم. واسمع النظام، راه هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم،
اقرأوا القانون الدولي، لا تسقط بالتقادم. الجرائم في غزة ولا الجرائم لا تسقط بالتقادم أصاحبي. والجرائم اللي درتو في حق المغاربه ودرتو التهجير زعما ديما باش ما تقولي دابا نتوما ايوا طلبتوا الصحراء الشرقيه كاع ما كاينين فيها المغاربه، بحال اللي داكشي اللي درتو في الستينات في اذرار ودرتوه في تيندوف ودرتوه في القنالسه. تصحاب واش الذاكره المغربيه تتنسى؟ راه هناك 2 مليون وثيقه مغربيه وثيقه فرنسيه ديال الارشيف المغرب ديال المغرب واللي تثبت على ان الصحراء الغربيه والصحراء الشرقيه مغربيتان، وغادي دخلوها للدماغ ديالكم. غنبقاو حنا تمرروا لينا دوك المغالطات ديالكم. لا ما عندكم علاش تبقى طالبوا بانتم النظام التوسعي والهاد الحدود المورطه عند الاستعمار. راه هادشي ما باقيش يكون. تنوجهوا لكم حنا رساله من هذا المنبر هذا بالمباشر وبدون لغه خشب. ماشي انايا المنار السليمي نبقى نهضر معكم هكذا وبدا نبربر عليكم اكارتي ونسموا شي مرادفات وشي مصطلحات ما تيفهمهاش العامه. حنا نهضروا معكم ديريكت باش تدخلها للدماغ ديالك الكرغولي يا الجزائري للدماغ ديالك بانك انت في واحد الدوله اللي النظام ديالها اصبح بئيس ومقيت ويعرقل تقدم المنطقه والاندماج الاقتصادي ديال المنطقه، والشركات الدوليه تفقد مجموعه ديال الاستثمارات في المنطقه اللي خاصها تدخل فيها الفلوس ودخلها للدماغ ديالك. عاوتاني هادي تبون اتسنى واحد المفاجاه، ايران وجنوب افريقيا وما تسمعوا والصحراء المغربيه الى ان يرث الله الارض ومن عليها. يلا اليوم هي الجمعة والآئمة في المساجد يتحدثون عن التبرؤ من البول. والله ما لقينا على واش نبكيو على ولاد غزة اللي يذبحوا كل يوم، والله نبكيو على قبلة المسلمين اللي راحت ولات كلها دعارة. راحت بالقبلة الأولى هي القدس والقبلة الثانية هي مكة، راح كلش من يد المسلمين. والله لا أصبحنا مثل النساء، بقي لنا إلا البكاء. حسبي الله ونعم الوكيل. اللي سالي يجي يخلص والسيارة تجلس عندك 3 سنين ما تبيعش. الوغ اليوم الجديد هو وزير المالية الجزائري. اليوم سيدي قال لنا في واحد العرض اللي كنديرو في البرلمان، قالنا بأنه الجزائر من الدول الأقل استدانة مقارنة مع فرنسا إيطاليا واليونان، الأقل استدانة. وانا كنعرف انه واحد فخامه الرئيس واحد المده هذه قال لك اللي سال يجي خلاص، حنا ما كيسالنا حتى شي واحد، حنا كنسلفوا الفلوس. وكنعرف انه شي مبردعين كيبقاو علينا، حنا ما عندناش كريدي، حنا ما كيتسالنا حد، حنا عندنا الفلوس، حنا عندنا الدراهم. يا وزير الماليه اللي ضبط الامور اليوم اش قال في البرلمان؟ ما قالكش احنا من الدول الاقل استدانه، يعني احنا من الدول اللي كنتسلفوا ولكن مقارنه مع الاخرين قل منهم شويه، يعني كتسلف بحالك بحال دول العالم كامل، يعني الناس كتسالك الفلوس. بالمناسبه الدوله عندها 2 حويجات ملي كتجيب الفلوس باش تسلف، هي كتسلف من عند الابناك ديالها اولا كدير سندات الخزينه هما لي بون دو بلاسمون، اولا بطبيعه الحال اش كدير في الكا ديال الجزائر وراه كيديروهم 2 بالمناسبه، كتخرج حتى هي تمشي تمد يديها الاف ام اي الفون مونيتير انترناسيونال. الله يرحم الوالدين سلفونا شي بركه، الله يرحم الوالدين خصنا باش نجيبوا العدس واللوبيا سلفونا. هذا راه الدول كامله كدير بحال هكذا كتسلف، زعما راه ما كاينش شي دوله تقول لك انا وانا امريكان مسلفه. الله يرحم الوالدين الا ما عاونونا لي بونك مونديال، الله يرحم الوالدين. هادشي اللي كاين عادي جدا. فاليوم الوزير ديال الماليه الجزائري وكنحييه على الصراحه ديالو جاب لنا الحقيقه، قال لنا بانه الجزائر من الدول الاقل استدانه مقارنه مع الدول الاخرى، يعني ماشي جا كذب علينا ولا لا، بالعكس كنحييه على الشجاعه ديالو وعلى بطبيعه الحال التقديم ديالو اللي كان في المستوى.
الجزائر أقل بين قوسين يمكن كما قال هو استدانة، ولكن الجزائر تستدين. اللي سال يجي يخلص، ما كاش من هذا دابا. هو وزير المالية اللي ضابط الامور ديالو بالمناسبه. اون بارلون دو وزير الماليه، هنيئا للاخوان ديالي في الجزائر، وهذا الشيء راه صوتوا عليه البرلمانيين بالمناسبه. غيسمحوا لكم تجيبوا الطوموبيلات القدام حيت كاين ازمه السيارات في الجزائر، ولكن ما سمحوش لكم تجيبوا الطوموبيلات اقل من 5 سنين. فرضوا عليكم على الاقل تكون الطوموبيله عندها 3 سنين. كنعرف انه الجزائر قوه ضاربه بالمناسبه، الجزائر عندها الدراهم وهي كتسلف للناس، ولكن كاين واحد الشرط اخر، هو انه حبيبي غتجيب الطوينيبيله، غتجيب ديك العربه ديك الكريريسه وغتجلس عندك 3 سنين ما تبيعهاش. يعني دابا غتجيب طوموبيل قديمه. شوفوا النظام الجزائري فاش كيفكر، يعني يفرض على المواطنين انه يجيب طوموبيل 3 سنين 5 سنين ما دوزوهاش لهم، صوتوا عليها في البرلمان. ماده 203 المادة التكميلية 203 من قانون المالية، المادة 203 203، ويفرض عليك الدولة أنه تبقى عندك طوموبيل قديمة تبقى عندك 3 سنين، هي غتجلس بها 6 سنين، جايبها قديمة وتجلس بها 6 سنين. اسكت ماشي معاك انت، هو ما عجبوش الحال. نسمع الطوموبيلة تبقى عندك 6 سنين ما عجبوش الحال. كاين شي واحد، كاين شي دوله كتفرض على المواطنين تبقى عندك الطوموبيله 6 سنين، وإلا بغيت تبيعها بشروط ترد دوك الفلوس. الله اكبر. وفين هي القوه الضاربه؟ وحنا ما تصنعوش، ما كنفخوش البنوات، وعندنا الوزينات، وحنا كنصنعوا الطوموبيلات، والجزائر قوه ضاربه. طوموبيلات قدام يبقاو 3 سنين عندك، هي تبقى بالطوموبيلات 6 سنين. 6 سنين يا خويا، 6 سنين اخويا، الله يكون معك خويا الجزائري. 6 سنين غتبقى عندك الطوموبيل اذا جبتيها بالمناسبه. وهذا الشيء راه صوتوا عليه دوك الناس اللي نتوما صوتوا عليهم بالمناسبه، وهذا الشيء راه داز عندكم في البرلمان اخوتي. الله يكون من حالكم، والله يشوف في حالكم، الله يشوف في حالكم اخوتي الجزائريين بكل صراحه. ولكن وهذا حال اللي كيتسلف باش يشري عديسه واللوبيا والفول، عادي. نقول لكم شوف، عادي جدا، العالم كله تيتسلف، ولكن الناس كتقول انا كتسني، الناس كتقول انه كتاخذ الكريدي وما كتنكرش، كتقول راه عباد الله كتسني، ولكن اللي تينكر غالب الله ما عندي ما ندير ليه. الله يكون معكم اخواني في الجزائر، ومبروك عليكم هذه الماده 203 اللي بالمناسبه صافي راه تصادق عليها، ومبروك على الاخوان اللي كانوا كيساينوا يشريو طوموبيل ان شاء الله قديمه بالمناسبه، لانه راك عارفين كاينه ازمه كبيره ديال البنوات وديال السيارات في الجزائر. فمبروك عليكم اخواني الكرام. صحاب ما كاش منها. بون يفرض عقوبات على إسرائيل. A few moments later. كذبت وزارة الخارجية الجزائرية تصريحات قالت إن لا أساس لها من الصحة نسبت للرئيس تبون يكون قد أدلى بها وزير الخارجية باسم الرئيس الجزائري خلال انعقاد القمة العربية الإسلامية الأخيرة. فإن تصريح الجزائري في قمة الرياض لا يدعو بأي طريقة كانت وبأي شكل من الأشكال إلى إعادة الحظر العربي لسنة 1973. تخبط تاريخي من نظام لا وزن لا هيبة لا مواقف من القوة الضاربة في الاعتذار والانبطاح والتراجع والانسحاب الآن. لأنه تعرفوا في الساعات الأخيرة عين وتأكد تعيين اللي كنت تكلمت لكم عليه سابقا ماركو روبيو، اللي هو بطبيعة الحال الإنسان اللي طلب بفرض عقوبات على النظام الجزائري سنة 2022. تأكد تعيينه على وزارة الخارجية مع دونالد ترامب، يبقى فقط الترسيم تاع هذا قبل يعني وصول ترامب إلى الرئاسة في 20 جونفي وأداء القسم. النظام الجزائري في حالة من التخبط بسبب القضية هذه، ما يحدث في الولايات المتحدة الأمريكية، وبسبب الطبيعة تاع النظام الجزائري اللي عنده دبلوماسية تسير برأسين وبعدة رؤوس، من جهة تبون ومن وراءه، من جهة ذو الحثالة الدبلوماسية عمار بن جامع وأحمد عطاف اللي يتضح بأنهم يسيرون على أهوائهم. يعني البلد هذا صار اسطبل كبير. وإلا كيف تفسر أنه منذ ساعات كانت الجزائر في خطاب من تبون تلا هذا أحمد
العطاف تطالب بفرض عقوبات على إسرائيل وحظر، وكدتها جريدة واحدة تكلمت عن الموضوع، يخرج لك النظام الجزائري تكذيب وهذا غير صحيح ولم نطالب بفرض عقوبات على إسرائيل وغير ذلك، خوفا بطبيعة الحال من التحولات اللي قادمة في الولايات المتحدة الأمريكية الآن، أنه هذه الترهات ولا التصريحات الرعناء هذه راح تكون عندها تبعات خطيرة، مثل ما منذ أشهر تبون خرج وقال لك نطالب مصر بفتح الحدود، ثم تراجع على ذلك ولاو يقول لك تحريف تاع تصريح تبون، وما قال لكش ندخلوا لغزه، وما قال لكش حابين نحرروا غزه، ورغم انه الكلام هذا صوت وصوره. نفس الشيء مع الخطاب الاخير هذا، نظام يسير دور الرؤيه، وصرنا اكبر اضحوكه ومسخره فوق وجه الكره الارضيه، هذه التراجعات الانسحابات لا يعني تعطي صوره كارثيه جدا للبلد هذا، ناس عاجزين على تسيير كشك، فما بالك انه يسيروا بلاد ودوله، ولو انه الدوله هذه الدوله الجزائريه التي اسست في صاله سينما، يعني سنه 1962 ماذا ياتيك من دوله صاله السينما على كل حال. والله المستعان دائما.